بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت لسرقة فلوس الغلابة في دفاتر التوفير. الحقوا نفسكم وبطلوا عبط وما تسلموش فلوسكم للحرامية بإيديكم. ده مش بس حكم عسكر، لا، ده حكم حرامية كمان. حرامية لابسين عسكر ومعاهم سلطة العسكر، ودول أسوأ أنواع الحرامية اللي في الدنيا. اللي بيعمله السيسي في الشعب المصري ده اسمه تشريط جيوب. الحرامي الغشيم كان بيسرق الناس في الأسواق والموالد بأنه يقطع أو يشرط الجيب اللي فيه الفلوس بالموس. تقدر تسميها كده جريمة نشل بالإكراه. وده اللي بيعمله السيسي في الناس دلوقتي، من أول السمسرة في التحويلات بواسطة الفرق بين السعر الوهمي اللي هو عامله، الوهمي اللي هو بيسميه الرسمي، وبين سعر الصرف الحقيقي. يقول لك مثلا الدولار ب 30 جنيه بينما هو في السوق ب 40 ودلوقتي بقى ب 50. فانت تيجي تحول فلوس فيروح اهلك يصرفوها على 30، فيبقى هو مستفيد بالفرق بين 30 و50، مستفيد 20 جنيه سارقهم عيني عينك في كل دولار. من اول السمسرة في التحويلات السيسي بينها بفلوس الناس لغاية نهب ودايع البنوك بكشوف الحساب ورسائل الموبايلات الإجبارية. يبقى لك في البنك 10,000 جنيه وهوب ما تلاقيهمش، تسأل يقولوا لك بعتنا لك بيهم كشوف حساب ورسائل على الموبايل. طيب يا سيادنا، لا عايز كشوف حساب ولا رسائل. يقول لك لا، ازاي، ما ينفعش، ده نظام واحنا نظامنا كده وانت مش هتشغلنا بمزاجك. اللي بنعمله ده هو التقدم يا متخلف. طيب يا بتوع التقدم، ابعتوا رسائل مجانية زي كل بلاد العالم المحترمة ما بتعمل. فيرد عليك السيسي يقول لك مفيش حاجة ببلاش، وأرجو إن كلمة مفيش حاجة ببلاش دي تبقى حاضرة لكل اللي بيسمعوني. وهتدفعوا بقول اهو، هتدفع يعني هتدفع. خلي بالك، انت عارف يعني ايه صندوق انا اشرف عليه؟ يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. هتدفع يعني هتدفع. يبقى الحل انك ما تلقمهمش فلوسك، ولما يبقى لك قرش راح عندهم غصب عنك، زي تحويل جالك من الخارج ولا مرتب ولا معاش متحول على البنك، الحق اسحبه بسرعة قبل ما يتشفط. خدعوك فقالوا ان النصابين من عينة المستريح والسعد بياخدوا فلوس الناس لنفسهم. لا، هم نصابين، لكن مجرد صبيان شغالين عند النصابين الكبار، عند حكومة حرامية العسكر، بيلموا الفلوس ويدوها لشيخ المنصر. والسعد نفسه قال مليون مرة انه مجرد دلدول ونضرجي. فاللي ما خدش باله لغاية دلوقتي يبقى هو اللي غلطان، لأن الأمور وصلت لدرجة النصب العلني. النصب العلني على الغلابة اللي ما عندهمش أكتر من دفتر توفير. السيسي بياخد رسوم على ودايع دفتر توفير البريد، اللي حكومة العسكر الحرامية نفسها بتقول إن معلش رسوم. وقدامكم أهي قواعد التعامل في دفتر التوفير اللي هي نشرها على مواقعها الرسمية، واقرأ معايا لو سمحت. ضمان الحكومة للمبالغ المودعة وعائدها، ضمان سرية أرصدة دفاتر التوفير، الصرف من أي مكتب بريد، إعفاء كافة الاستمارات والنماذج المستعملة في أعمال التوفير من جميع الرسوم بما فيها رسم الدمغة، إعفاء الدفتر بكل مراحله يعني من أي رسوم. العسكر الحرامية نفسهم هم اللي قالوا كده، وهم اللي بينهبوا قروش الغلابة من الدفاتر بحجة الرسوم. ملهمش كلمة ولا عهد ولا حد يصدقهم. لما يقول لك ده الموضوع ده عندنا مضمون يبقى مش مضمون، لما يقول لك مش هناخد يبقى هيشفطوا كله، وهكذا. دفتر التوفير في الدنيا كلها معمول للمدخر الصغير، عشان كده بيتفتح بمبلغ صغير وفوائده قليلة ولا تفرض عليه أي رسوم. الناس اللي فيها مكفية هتاخد من الغلابة دول رسوم كمان، تبقى حرامي ونتن. ما هو قال له يا نتن، قال له مين الظابط النتن اللي حاطط الدبوس ده في الاستيكه؟ وهو كذلك، يعني ما كدبش اللي قالها. يبقى اذا دفتر التوفير ده معمول للمدخر الصغير، يتفتح بمبلغ قليل
ما يتخدش عليه رسوم، والحكومة بتديك عليه فايدة قليلة، نظير انك انت راجل غلبان يعني فلوسك دي احنا مش محتاجين لها قوي، ونظير ان مش هناخد منك رسوم. ودي منظومة متكاملة، واي خلل فيها يدمرها. السيسي دلوقتي بيدمرها زي ما دمر كل حاجة في مصر في كل المجالات. كنت صغير زيك يا ابني، وكل ما بكبر عقلي بيبني، قرش بشيله من مصروف، وطريقي دايما معروف، من جيب الدفتر في البسطة، من مكاتبها ما تخلاش حتة، وودايعك أسرار مضمونة، تطلبها تجيلك مأمونة. اسمع بص، ادي فوايدها 3.5، وجوايز التوفير شهرية في 33 هدية، تكسب 1000 تكسب 100 تكسب 50 و500. الإعلان ده عن دفتر التوفير من الستينيات، ودي قواعد الدفتر من يوم ما اتعمل، القواعد اللي السيسي دمرها. وإليكم هذه الواقعة الحقيقية. واحد فتح لابنه أول ما اتولد دفتر توفير بريد، ومن 2 اتزنق، الحالة ضيقت شوية فبطل يودع في الدفتر مبالغ جديدة. مؤخرا ربنا كرمه وفاض في جيبه 200 جنيه، ما يجيبوش سندوتش يعني. قال لك طيب نروح بقى نحط ال 200 جنيه دول في الدفتر. راح، كان الدفتر رصيده 120 جنيه. لما راح قال لك زمان ال 120 جنيه دول بقوا 130 ولا 140، ونحط عليهم ال 200 اهو كده يبقى رضا. وفي مكتب البريد اكتشف صاحبنا بعد ما اودع ال 200 جنيه ان الدفتر ما فيهوش غير ال 200 جنيه اللي هو لسه حاططهم. سأل فين الرصيد السابق يا اخوانا؟ قالوا له خلص في ايه؟ خلص في الرسوم اللي بتتخصم من الرصيد كل 3 شهور. كل 3 شهور في رسوم بتنزل على الدفتر واحنا بنخصمها من الرصيد اللي موجود فيه. الله، مش انتوا قلتوا ان مفيش رسوم على الدفتر؟ قال لك لا، هو مفيش رسوم على فتح الدفتر وعلى الاوراق والاستمارات، بس ما دام بقى دفتر هناخد عليك رسوم. الله، طب ما قبل كده ما كنتوش بتاخدوا؟ قال لك معلش ده نظامنا برضو من اول دلوقتي. قال لهم طيب انا فاتح الدفتر ده يعني بالصلاه على النبي كده عشان الملمين اللي انا حاططهم فيه يزيدوا ما يخسوش. قالوا له والله دي التعليمات اللي عندنا، واحنا مش هنعمل لك قانون لوحدك. قال لهم خلاص الغي الدفتر وابعد عنكم يا نحله، لا تقرصيني ولا عايز منك عسل، لو سمحتوا ادوني ال 200 جنيه. قالوا له لا يا حدق، 200 جنيه ايه اللي هنديهم لك؟ ما ينفعش تسحب رصيد في نفس اليوم اللي انت اودعته فيه، لازم تستنى يوم او يومين وتيجي عشان تسحب الفلوس اللي انت حطيتها، ولما هتيجي تسحبهم هنخصم منهم رسوم سحب، ولو جيت تقفل الدفتر قفل الدفتر كمان عليه رسوم. اديني بقى حسنتي عشان امشي. يا ابن الحكومة، يا ابن الحكومة، حسنتك ليه؟ انت جبت لي حاجة مفرحة يا عمي، انا غلبانة قاعدة كل شوية نطين عليا وجايين. حسنتك ليه؟ عملت لي شيء مفرح اهو. انت عملت زي التربي بعد ما دفن ابويا قال لي فين الحلاوة يا ست. طيب انا رايح اجيب لك قوة ياخدوك بالعافية. قوة ياخدوني بالعافية؟ اقول ايه؟ اهو ده الارهاب بعينه، ولسه ياما هتشوفه. تجنيد النسوان بالعافية ارهاب، حكومة تحبل النملة ارهاب. ادي اللي حصل وادي الحقيقة. وما تقوليش طيب ايه الحل؟ الحل انك تعمل اي حاجة غير انك تدي فلوسك للعسكر الحرامية. اعمل اي حاجة، ان شاء الله تجيب حصالة وتحوش فلوسك في الحصالة. العسكر لانهم حرامية مقفلينها من كل ناحية، انا عارف، مقفلينها لك زي الضمنة من كل ناحية. لو رحت تشتري ارض بياخدوها، الشقق يحطوا لك عليها ضرايب، الذهب الدمغة بتاكل قيمته ومش مضمون، يطلع نصه نحاس ولا بطيخ، والدولارات مش متوفرة وممنوع انك تحتفظ بيها، لو قفشوها معاك ياخدوها ويحبسوك ويغرموك. قلت لكم قبل كده اعملوا شركة تساعد الناس على ايداع مدخراتها في صناديق مأمونة او شراء اسهم في بورصات خارج مصر.
ولغاية ما ده يحصل فما تسلموش فلوسكم للعسكر الحرامية بإيديكم. بلاش عبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اقدرش اخد الفكه دي، ده هي حق رقم كبير جدا. لو سمحتم انا عايز الفلوس دي. ازاي اخدها انا ما اعرفش. امال ايه؟